مرحبا بيكم برج السرطان في القراءة العامة لشهر يونيو 2025. اشبك طاقتك بطاقتي يا برج السرطان واكتب لي في الكومنتات استقبلت. يا برج السرطان، والله ما فرطت يوما في ود ولا نكرت لأحد فضلا ولا بدأت عداوة ولا حتى نويت، ولكني عزيز النفس إن هان قلبي فارقت. الصبر جميل يا برج السرطان، الصبر جميل، واللي انت عايزه هتنوله، لأن برج السرطان دعوته وأمنياته مستجابة منها كده لربنا. يعني برج السرطان اسمه سرطان، يعني سرطان لما بيدخل حياة حد بيسرطنها كلها يلا بينا نشوف الطاقة العامة لبرج السرطان في شهر يونيو 2025. وحشتوني والله، وحشتوني موت. الله، ما أحلى الرجوع إليه. إنه احتفال جميل جدا في شهر يونيو يا برج السرطان. احتفال إذا كنت أنت مثلا الطاقة العامة، إذا كنت في خطوبة، إذا كنت يعني ناوي تخطب فبتخطب، إذا كنت مستني رجوع ففي رجوع، إذا كنت في لحظات حلوة بتعيشها. الطاقة العامة إذا قلنا مثلا هناخدها على المال والأرزاق، لسه احنا نفتح على المال والأرزاق، بس هو في احتفال جميل في شهر يونيو 2025 يا برج السرطان. يا رب اكتبوا يا شباب في الكومنتات استقبلت واستقبل الطاقة الجميلة. طاقة المال والأرزاق ايه في شهر يونيو 2025؟ في أمنيات بتتحقق، وفي نجمك بيسطع جامد جدا، واسمك بيتردد في المكان اللي انت فيه، لو انت موظف او لو انت عندك بيزنس بتاعك او لو انت في وظيفة مرموقة. في عندك أمنيات بتتحقق، وفي عندك سعادة جاية في شهر يونيو ان شاء الله يا برج السرطان. يا رب يا رب يا شباب، فرحانة لكم جدا جدا جدا. ناخد رسالة نصيحة كده من الملائكة، بيقولوا لك ان مفيش حاجة اسمها خير وشر في الحياة. الخير والشر موجود فينا، في البني ادمين نفسهم. الشهر ده هيكون فيه مشاعر واتصالات مهمة جدا جدا، مشاعر عميقة واتصالات مهمة، وهيكون فيه يعني واحتمال بنسبة 90% لمعظم اللي بيشوفوني دلوقتي في تغيير مسار علاقة مهمة. تمام. وهيكون في زي مصالحة أو زي رجوع، يعني إذا كنت مخاصم حبيبك بتتصالحوا في وقت حلو بتقضيه. بيقولك التحذير، يعني من التحذيرات، ما تقفلش باب قلبك علشان خايف من الحب. افتح قلبك للحب وافتح قلبك للحياة. نشوف الطاقة العاطفية ايه. هنزل لكم برضو طاقة عاطفية كاملة زي ما احنا متعودين. بتقفل صفحة وبتفتح صفحة جديدة يا برج السرطان في شهر يونيو. في مرحلة من حياتك بتنتهي وبتبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله. يا رب تكون مرحلة سعيدة وتحقق كل اللي بتتمناه يا برج السرطان يا رب. ناخد رسالة من حبيبك بيقولك إيه. بيقولك أنت مش قادر تعرف قد إيه كان صعب عليا أسيبك تمشي. وبيقول لك كمان ان هو بدأ يعرف طبيعة العلاقة اللي ما بينكم. ناخد نصيحة من الملائكة تاني. حاول انك انت تحافظ على طبيعتك الطفولية، وحاول تحافظ على طفلك الداخلي يا برج السرطان. ما تخليش اي حاجة تبوظ اللي جواك او تبوظ الطفل الجميل اللي جواك يا برج السرطان. شكرا يا شباب، شكرا يا برج السرطان ونورتوني، شكرا.